رح تتفاجئوا إذا بقلكن قد ايه القرص عني بتفيد بكتير أشياء. نحن اليوم بكانون الثاني وهيدا الشهر موسم القرص عني. القرص عني عندها فوائد كتير كتير كتير، رح أقلكن عنها بآخر الفيديو. نحن عم نفتش على القرص عني، أسرع طريقة تنلاقيها بنفتش على هيدي الشوكة. القرص عني بتعمل زهرة لونها أزرق وبتعمل شوكة بآخرها. هيدي الزهرة بسموها بلو ستار. بس نشوف هاي الزهرة، هاي الشوكة بعصايتنا منزيح الشوكة وترى مليان قرص عني تحتها، مليان مليان مليان. شفتوا ورقتها شو حلوة وطعمتها كتير طيبة. بس أنا وقتها بدي قصة ما بشيلها من شلوشها تضل تعمل لي السنة الجاي، بشيلها من فوق وبترك كم ورقة ما بشيلهم كلهم سوا، ما بكون طميعة مع الطبيعة. يعني براتيك معهم 3 مرات بدنا نغسل مينيموم. هيدا أول مرة بنشيل الوحل، ثاني مرة بنقعن الخل والملح، وثالث مرة بنغسل الخل والملح عنهم. نقدر نترك الخل والملح عليهم بس بدنا ناكلهم بسرعة بس ما يدبلوا. بدي سكين يكون منيح، قصهم هالقد ما بضرر. إذا بدنا فينا نقطف العرقبين هيك، بتصير أهين علينا بالغسيل وبالتنقاية من الحشيش. وبس بدنا نفرمها، بنقصها بنكبها ونرجع نفرمها. صوص توم وزيت وحامض محضرتها قبل بالبراد، برجع بخلطها نتفة وبحطها فوقها. في ناس بتحبها مع بصل كمان، بيعملوها مع حامض وملح وبصل. شي كتير قوي. جايز تعال الغدا. رح تتفاجئوا اذا بقلكن قد ايه القرص عني بتفيد بكتير اشياء. اول شيء اذا كنا مرشحين بنجيب وراق القرص عني بنعملهم سلطه وبناكلهم. كمان اوراق القرص عني بيفيدوا اذا كان في عنا ربو. وجذور القرص عني اذا غليناهم بيفيدونا اذا في عنا اوجاع بالمفاصل واذا في عنا وجع بالظهر. بيغلوا الجذور على مده 10 دقائق وبيرجعوا من بعدها بيصيروا ياخدوا ملعقه من هالمحلول اللي بيطلع من الجذور 5 مرات بالنهار. واذا عنا مشكله غازات بتشيل الغازات من البطن. اذا حبيتوا هيدا الفيديو وبدكم ياني اعمل بعد فيديوز عن الاعشاب يلي بتتسلق وبنعمل منها سلطه وبنعمل منها اكل من الطبيعه عنا بلبنان، قولوا لي اوكي بالكومنت واعملوا سبسكرايب على يوتيوب شانل نفس بالطبخ. I love you all. ما بننسى شو؟ نفس بالطبخ.